السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. دي ان شاء الله الخلطة الجبارة للهدوم البيضة. بجد لو في اي اصفرار اي بقع بجد هتقضيلك عليها تحفة. طبعا المكونات اللي احنا حاطينها فيها جميلة جدا جدا، ان شاء الله تشوفوها في الفيديو ويتنول اعجابكم. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه معلوش اشتراك، يا ريت يا حبايبي تعملوا الاشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. جميله جدا جدا، وريحتها بقى تحفه 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 من المكونات اللي احنا حاطينها. وطبعا الرغاوي كان فيها رغاوي اكتر من كده في اخر الفيديو عشان كان سخن. الرغاوي هديت خالص زي ما انتم شايفين كده. والتقل بتاعها جميل جدا. بصوا عامله ازاي تحفه. وهوريكم كمان الرغوه بتاعتها عامله ازاي. انا جايبه ميه من الحنفيه اهي يا حبايبي. هحط شويه من الخلطه دي اهي. هحط شويه كده. بجد ريحتها تحفه. لو انت بقى هتنقعي الهدوم هتاخدي شويه كده وتحطيهم وتروحي حاطه المسحوق بتاعك. انا هحط الفوطه دي عشان اوريكم الرغوه. طبعا هتحطي المسحوق. انا معلش يا حبايبي بس انا هعمل بايد واحده عشان ما فيش حد ماسك لي التليفون. بصوا طبعا يا حبايبي هتاخدي كده شويه وتحطيهم مع ميه النقع اللي انت هتنقعي فيها الهدوم. بجد تحفه. هتخلي لك بقى لو في اي اصفرار في الهدوم البيضه هتقضي لك عليها تمام. ورغوته كمان بصوا، يعني انت هتحطي كمان مع المسحوق اصلا رغوته عامله ازاي. انا كمان بعمل بايد واحده زي ما انتم شايفين كده. بصوا رغوته حلوه جدا جدا. وكمان ما مش بيبقع. بصوا عشان بس لو حد قال لي اللون بيبقع او اي حاجه، لا اللون ما بيبقعش. الالوان بتاعه الصابون ما بتبقعش اهو. عشان بس هتقولي لي هدوم بيضه واللون هيبقع، لا مش هيبقع ولا حاجه اهو. انا حاطه كمان واحده قدامكم اهي. دي فاتحه اهي. المفروض لو كان بتبقع ما كنت هتلاقوا اللون ده عليها زي ما انتم شايفين اهو. ما تخافيش يعني وانت بتعملي الهدوم البيضه مش هتبقع ولا اي حاجه. هتقضي لك على اصعب الاصفرار. لو فيها اي بقع هتقضي لك عليها تمام. رايكم بجد الوصفه دي جباره. زي ما انتم شايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي يا حبايبي. اعملوا الوصفه دي بجد على ضمانتي حلوه قوي قوي. انا ما بعملش معاكم حاجه الا لما اكون مجربها الاول. بجد تحفه. وهتخلي لك اللون بتاعتك البيضه زي الفل. وشوفوا رغوتها عامله ازاي اهي زي ما انتم شايفين كده. والحاجات اللي احنا حاطينها كمان بسيطه. والمكونات التانية كمان مع المسحوق. المكونات التانية مع المسحوق تحفه في التنظيف. شوفوا رغوتها تحفه بجد. طبعا انت هتنقعي كده، تحطي بقى الحاجه بتاعتك كده وتنقعيها زي ما انت شايفه. بصوا رغوته تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم بقى؟ بجد الوصفه دي حلوه قوي. جربوها للهدوم البيضاء يا حبايبي. الرغوه زي ما وريتها لكم كده جميله جدا جدا. بجد الوصفه دي روعه. يا ريت تجربوها تحفه للهدوم البيضاء بجد جميله جدا جدا. يا ريت تجربوها. يلا بينا بقى على الوصفه عشان نشوف المكونات اللي احنا حطيناها ايه. يلا بينا. ان شاء الله النهارده يا حبايبي هنعمل وصفه حلوه جدا للملابس البيضاء بجد تحفه. بس انا كده رفعت الميه على النار عشان نعمل الوصفه مع بعض. بس قبل ما نعمل الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بصوا يا حبايبي ده مسحوق. انا حاطه كده 5 معالق هرميين ومعلقتين زهره بيضه ومعلقه دنكار ودي معلقه فانيش. هحطهم كده في الميه. انا حاطه فانيش. انا مش حاطه الكيس كله، انا حاطه كده منه معلقه مش كبيره قوي يعني اهو. وهدوب الحاجات دي مع بعض. اهو يا حبيبي انا كده دوبتهم كويس. دي كوبايه برسيل جيل انا كنت عاملاه معاكم. شوفوا عامل ازاي. لسه عاملاه معاكم قريب. تحفه بجد اهو. تحطي كده كوبايه. ما عندكيش حطي صابون سايل. الوصفه دي بجد جامده. طبعا انت مش عايزه ترفعي على النار زي كده، ممكن تغلي الميه وما تعملوش على النار. تغليها وتحطي فيها الحاجات كده. هحط تاني يا حبايبي ده البيكنج باودر بتاع الكيكه. احط كده حوالي معلقه. مش عايزه تحطي بيكنج باودر ممكن تحطي بيكربونات الصودا. وهقلب. واحط كمان يا حبايبي اوكسي ده صابون سائل. دي الخطوه دي مش يعني مش حابه تحطيها مفيش اي مشكله. ده بصوا ليمون اخضر. انا كنت بحط اللي هو الاصفر. ده الليمون الاخضر ريحته حلوه كمان. هو كمان انا بحب ريحته تحفه. عامل ازاي بجد جميل. مش عايزه تحطي
الكيس ده مفيش اي مشكله، ممكن تحطي كيس برسيل باللافندر، يعني اللي يعجبك حطيه، مفيش اي مشكله، ما تكلفيش نفسك خالص، الموجود عندك حطيه. اه يا حبيبي، انا فضيت كده الكيس كله. بجد الاخضر ده، الليمون الاخضر ده ريحته تحفه هو كمان. اه يا حبايبي بقى هقلبه. مش عايزه تحطي الكيس ده مفيش اي مشكله خالص، انا بحب ريحه الاوكسي ده فبحطه في كل وصفاتي. هقلب كويس. هحط يا حبايبي كده رشه ملح اهو، ملح طعام، طبعا انا بحطه كده للتعقيم. اي حاجه بحطها طبعا بقلبها، انا مهديه خالص خالص. وهحط يا حبايبي بقى كمان معلقه كده اكسجين اهو، ده اكسجين كريمي كده اهو. تمام. انا حطيت كده حوالي معلقه غطايه، بجد جميل جدا برضو في التنظيف، روعه. وهقلب برضو كويس. اه يا حبايبي طبعا تكون انا موطيه خالص، لانه بصوا بيفور. المكونات اللي انا حطاها بيفور، عامل ازاي الرغوه بتاعته طلعت لغايه فين. فانتي وطي خالص، انا اصلا كده هسك عليه خالص، انا هسك بقى اهو وارجع لكم. كده يا حبايبي بقى انا طفيت عليها النار ونزلتها. طبعا هي بصي عملت رغاوي جامده، كانت هتفور مني، طبعا انا مهديه خالص خالص، فانتي تهدي عشان ما يفورش منك. انا هفضيها بقى في طبق تاني يا حبايبي، عشان ايه اتملت مني قوي. تمام. افضيها وارجع لكم. اه يا حبايبي انا كده فضيتها. هحط ميه كده من الحنفيه. اه يا حبايبي، الميه اهو مطرح الطبق. وهقلب كويس. بعد كده يا حبايبي انا هحط هتحطي معلقتين نشا. انا حاطه دقيق، تمام، انتي حطي نشا. وهقلبه كويس. حطي 3 معالق. تمام يا حبايبي، انا حاطه 3 معالق. انا حاطه طحين او دقيق، انت تحطي نشا او كورن فلاور. بعد كده يا حبايبي دي ربع كوبايه ميه. وهحط معلقه صودا بس صغيره اهي، قشور معلقه صودا قشور، صودا او بوتاس او ديبوشار في بعض الدول، او حجر تسليك المجاري اهو، او قطرونه. وهندوبها كويس. اه يا حبايبي قبل ما احط الصودا هقلب كويس. ممكن انت تستغني على الخطوه دي، ان انت ما تحطيش اصلا صودا، ممكن تخليها للهدوم برضو البيضه وهتنضفها لك وتخليها زي الفل، او الهدوم الالوان. وممكن ما تحطيش معلقه الصودا خالص، ولا تحطي معلقتين النشا، تخليها زي ما هي كده برضو تقولها جميل. وكمان تحفه بجد. بصوا عامله ازاي، جميله جدا جدا، وريحتها تحفه بجد والله، تحفه تحفه تحفه. هتخليك ريحه الهدوم الالوان حلوه والبيضه كمان، لو غسلت بيها اي بقع في الهدوم البيضاء هتخليك زي الفل. اهو يا حبايبي بقى بعد ما قلبتها كويس، هنزل بقى بالصودا اهو. انا بحب احط صودا لانها بتبقى قويه جدا، بتخلي الهدوم البيضاء يعني لو فيها اي بقع بتشيلها بكل سهوله. اه يا حبايبي انا كده قلبت كويس، احط تاني ميه هي عاديه اهي. التقل بتاعها جميل جدا. كده يا حبايبي بقى الوصفه خلصت. طبعا انت عايزاها على كده مفيش اي مشكله، انا هحط لها كده شويه لون، انا هحط لها كده شويه لون. مش عايزه تحط لها لون خالص، مش عايزه تحط لون خالص مفيش اي مشكله. انا حطاه في الطبق كده بودره، لون بودره ازرق، حطاه في الطبق مطرح ما كنت حاطه الميه. الخلطه دي جميله جدا جدا للهدوم البيضاء، تحفه بجد. ممكن بقى تسميها خلطه، تسميها برسيل جيل، تسميها، بس بجد تحفه. احط كمان شويه، مش عايزاه غامق خالص. طبعا هو لسه سخن، طبعا هو لسه سخن، والرغاوي لسه ما هتجيش خالص. انا كده يا حبايبي بقى ظبطت اللون زي ما انتم شايفين كده. هوريكم التقل بتاعه، تحفه بجد. انا طبعا مش عايزاه تقيل. بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه، روعه، وريحته بجد تجنن. احنا مش هنشتريه كده من بره، الخلطه بتاعت الغسيل الابيض ده روعه بجد. عامل ازاي، لو انت هتخافي تعملي بالهدوم الالوان
عشان معلقه الصودا الصغيره اللي انا حطاها ممكن تشيل معلقه الصودا دي خالص. بجد تحفه، والمكونات اللي فيها جميله قوي قوي. طبعا انت هتيجي تغسلي الهدوم البيضه، ما تيجي تنقعيها تاخدي مثلا نص كوبايه وتحطيها مع المسحوق والحاجات اللي بتحطيها في النقع، وتحطيها يعني تحطيها معاهم. لو هتغسليها تحطيه في الغساله هتحطي برده نص كوبايه مع المسحوق بتاعك. تحفه بجد، وريحتها حلوه قوي، الرغوه بتاعتها جميله. شوفوا عامل ازاي، ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه. يا ريت يا حبايبي بقى ما تنسوش باللايك. روعه بجد. بجد هتخلي الهدوم بتاعتك لو فيها اصفرار، اللي فيها اي بقع هتقدرك عليها. روعه بجد، يعني بالمكونات اللي فيها. شوفوا عامله ازاي، ورغوتها تحفه. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. ايه رايكم يا حبايبي؟ تحفه تحفه تحفه. يا ريت ما تنسوش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.